بطلوا تشتروها من بره ب 200 و 300 جنيه ووفري فلوس الدليفري. من النهارده مفيش بيتزا هتفشل منك تاني، عشان هقولك على السر اللي بيخبيه اصحاب المطاعم علشان تطلعيها بعجينه قطنيه وجبنه بتمط زي اللي انت شفتيها كده، وكمان تنافسي بيها اشهر المحلات الايطاليه. وكل ده بثلاث مكونات دقيق بس ومن مطبخي. تعالي بقى اقولك الخلاصه. بس قبل ما ابدا كده عايزاكي بقى تصلي على النبي في التعليقات، ولو لسه بتشوفيني لاول مره طبعا نوريني باشتراكك وحطي اللايك الجميل. لو مهتمه بالموضوع فعلا كملي معايا الفيديو علشان دي خلاصه تجارب طويله، يعني لخصتها كده في فيديو النهارده، وان شاء الله تعجبكم وطبعا ما تنسوش بالتعليق الحلو. عارفه انكم متحمسين، فعشان كده مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده ونبدا على طول. يلا على بركه الله. بس عايزه اقولك برضو ان انا النهارده باذن الله كل الفيديو مليان تكات، فانتي ما تجريش الفيديو، تسمعي الفيديو كده واحده واحده وعلى مهلك، علشان لو انتي فعلا عايزه الوصفه تنجح معاكي من اول مره لازم تسمعي كل التكات اللي هقولها النهارده. واول حاجه طبعا بالنسبه للدقيق استخدمت معايا 3 كوبايات من الدقيق. نوع الدقيق ايه؟ بالنسبه لي انا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات، تمام كده. وحطيته كده في بوله بلاستيك غويطه علشان تسهل عليا العجن. بعد كده هنزل بمعلقتين صغيرين من الخميرة الفورية اللي احنا بنستخدمها عادي جدا في المعجنات. وبعد كده هنزل كمان بمعلقة من السكر، وما تستغربوش انا جايلكوا في الكلام اهو وهقول لكم السكر ده بنحطه ليه او لازمته ايه يعني في العجينة. بعد كده هنزل كمان بمعلقة صغيرة نفس كمية السكر اللي احنا حطيناها، هنحط برضو كمية الملح. نجيب بقى اهم حاجة هو زيت الزيتون، هنزل كده شوية محترمين من زيت الزيتون، ممكن ان احنا نقول يعني ربع كوباية زيت زيتون. انا على 3 كوبايات حطيت الكميه اللي انتوا شايفينها معايا في الفيديو ده. وبعد كده هبدا اقلب كل المكونات عفوا كويس قوي مع بعض علشان يمتزجوا. طيب وانا بقلب كده هقول لكم ليه انا حطيت كل مكون. وبالنسبه دي بالذات بصوا، اول تركه ان احنا حطينا سكر وملح. الموضوع ده بيعمل معادله. يعني ايه؟ في عجينه بتتاكل بيبقى طعمها مسكر ما بتبقاش حلوه خالص، في عجينه بتتاكل بقى طعمها كده مالح سيكه، دي برضو مش حلوة خالص. احنا خلينا في النص، هنحط السكر قد الملح. طبعا انا هنا وانا بعجن هنزل بالمية حبة حبة حسب ما الدقيق ياخد معايا، لان زي ما انتوا عارفين كل نوع دقيق وزي ما بياخد بقى، يعني ممكن دقيق ياخد مية اكتر من اللي انا حطيتها النهاردة، ممكن دقيق تاني ما يقبلش كل كمية المية اللي انا حطيتها النهاردة. فدي بتختلف من نوع للتاني. وعايزة اقولك بقى حتة ان احنا ضفنا زيت زيتون، فالموضوع ده يا جماعة يعني سر من اسرار البيتزا بتاعتي. البيتزا بتاعتي حرفيا من اسرار نجاحها زيت الزيتون، بيدي طراوة ونفشة غير عادية للعجينة. وغير كل ده الريحة بتبقى جنان. طبعا برضو يعني احنا محتاجين نوع يبقى كويس للاكل. انا مش هتكلم النهارده ولا هقول اعلان لاي حاجه، بس احنا عايزين يبقى نوع كويس كده حتى على الاقل نعمل بيه البيتزا بتاعتنا. طبعا انا هنا بضيف بالتدريج كده الميه على حسب كده ما العجينه تاخد معايا، انا عايزاها تتلم مش اكتر. وهقول لكم كده وانا ماشيه ازاي تعرفي ان هي خلاص كده خدت كل الميه بتاعتها وخلصت. انت طبعا حطيتيها وبعدين تبتدي تلميها كده زي ما انا عملت، وبعدين هنبدا كده نعجن بلطف كده فيها. عشان كده برضو تركة تسهل عليكي بقى انت الشغل، ان احنا بنحطها في بولة واسعة، مش واسعة عميقة كده. انا هنا بالنسبة لي هي تمام جدا. عرفتها ازاي؟ بصوا بقى، كل اللي كان متلزق في الجوانب دي اتلم، يعني البولة كده نطفت معايا والعجينة ما عادتش بتلزق، هي خلاص كده. وحسيت ان هي فيها نعومة كده وطراوة، فهي اوكي كده خلاص خلصت. هبتدي بقى ان انا المها على بعضها زي ما انتوا شايفين كده، لان انا هسيبها يا جماعة تخمر، هتاخد وقت شوية تخمر. فيلا بينا نحط على وشها بقى سنة زيت زيتون، ده برضو بيديلها طراوة وبيديلها ريحة ولا في الأحلام. تمام. بالنسبة للوقت هي متاخدش وقت طويل ولا حاجة. طبعا احنا هنحط كده الكيس على وشها مباشرة، وبعدين هغطي عليها علشان الجو يعني مش سوري الجو مش حر وكده، فهنسيبها كده في الجنب على ما نحضر الحشوة. ويلا بينا بقى نشوف هنحشي ايه النهاردة. اول حاجات بقى اللي احنا هنحطها على وش البيتزا دي، طبعا ده يا جماعة بيختلف على حسب ذوقك، بس خليكي معايا النهاردة بجد في الحاجة اللي انا عملتها تحفة. وفي زيت سخن كويس قوي قوي هنزل بقطع الفراخ. هعمل النهارده فراخ، تمام. تقطعيها الحجم اللي انت عايزاه، وبعدين تصدميها كده في الزيت علشان تحتفظ بالميه بتاعتها وما تخسش منك، تمام. وتفضل مستويه، يعني تستوي بسرعه كده
وما تحسيش ان هي ناشفه كده وهي بتتاكل. ودي تركه مهمه جدا جدا جدا، فركزوا معايا الله يخليكم. شايفين انا هصدمها بس صدمه بسيطه كده، وبعدين هنطلعها وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. طبعا لو انتي مش قادره تقطعي الفراخ بالشكل ده، ادخلي على القناه هتلاقي فيديو تفريزات الفراخ بتاع رمضان لسه موجود، كنت عملت فيه قطع فراخ زي كده. طبعا كان شامل فيه كل حاجه، البانيه بقى وكل حاجه، كان برضو شامل الجزئيه دي. فلو انتي مش عارفه تعمليها يعني انا كنت شرحها بالتفصيل عشان ما نضيعش وقت، ارجعي له هو لسه موجود. عايزه اقول لك بقى ان احنا يعني بنحط الحاجات الفراخ اللي احنا حطيناها في زيت سخن جدا. ليه؟ علشان لو حطيتيها والنار ما كانتش او الزيت ما كانش سخن كفايه، ده بيخلي الفراخ يعني تنزل المية اللي فيها وتنشف. فاهمة ازاي؟ مش هتبقى حلوة خالص في الأكل. يمكن أنا دي حاجة نبهت عليها في فيديوهات برضو قبل كده، الناس اللي متابعاني عارفة كويس قوي المعلومة دي. طبعا ما تقلقيش خالص بخصوص التسوية. بصي، دلوقتي انا هديها بس كده تشويحة ان هي تبيض من كل الجوانب، وبعدين هخرجها وادخلها تاني. هي كده بيضت معايا زي ما انتوا شايفين كده، هخرجها وادخلها تاني مع التتبيلة اللي انا هعملها، وده علشان تشرب منها كده وتبقى كلها ميكس واحد كده عشان تتحط على وش البيتزا وهي واخدة من بعضها. فاهمين ازاي؟ يمكن مش ناس كتير بتعمل كده، بس دي حاجة تفرق جدا جدا، ودي برضو من ضمن التريكات. فورقة وقلم كده وسجلي ورايا. هنزل بقى ببصلة كده كبيرة قطعتها مكعبات، وفي نفس الطاسة اللي انا كنت عاملة فيها الفراخ، مفيش اي مشكلة، بالعكس كمان الطعم هيمكس كده من بعضه وهيبقى زي الفل. انا عايزه اقولك بقى ان احنا شغالين كل ده واحنا سايبين العجينه بتاعتنا تخمر تمام. ولو عايزه بقى تسرعي عمليه التخمير بتاعتها، حطيها في مكان دافي. ممكن مثلا انت تدفي الفرن شويه وتحطيها جواه، ممكن ان انت تحطي عليها غطا مثلا او حاجه زي ما انا عملت في الفيديو كده النهارده، حطيت عليها الفوطه كده. طيب خلينا نرجع تاني. انا هنا ضفت الطماطم برضو مكعبات، دي بقى كانت طماطمية كبيرة كده وقطعتها برضو، ممكن طماطمتين برضو مفيش مشكلة. انا عملت الحجم اللي انتوا شايفينه ده على حسب كمية الفراخ اللي انت عاملاها وعلى حسب الحجم اللي انت عاملاه. طبعا لو انت عايزة تعملي بيتزاية كبيرة ممكن ان انت تضاعفي الكمية. تمام، على حسب كمية الدقيق. انا قلت الكلام ده ل3 كوبايات دقيق. هنزل بالبهارات، عندي معلقة فلفل اسود، طبعا معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الملح بس مش مليانة قوي، بس انا مش هضيف بهارات كتير النهارده. تمام، كل الحكايه بس ان انا هزود كمان شويه من بهارات الفراخ بما اننا بقى حاطين فراخ، علشان بس طعمها يبان شويه. تمام، لكن اكتر من كده انا مش هضيف. يبقى احنا حاطين ملح كده كده اساسي، فلفل اسود برضو انا اساسي عندي الفلفل الاسود، وبهارات الفراخ مش اكتر من كده يا جماعه، مكتروش عن كده. يعني الطعم بيبقى باين جدا وبيبقى طعمها لذيذ جدا، ما تكتروش عن كده. طيب انتي حباها حراقة بقى، ده عادي بقى، ده مش بهارات. إيه عايزاها سبايسي كده حطي شطة عادي مفيش مشكلة. مش حباها سبايسي خلاص استغني عن الخطوة دي، بس انا بحبها كده سبايسي فبضيف الشطة. طبعا حسب الرغبة وزي ما انت عايزة. انا ضفت كده معلقة صغيرة. بعد كده بعد ما كل حاجة دبلت وحطيت البهارات بتاعتي، ابتدي انزل بالفراخ اللي انا اصلا كنت شوحتها. فاكرين كنت انا اصلا مديالها يعني صدمة كده في الزيت قبل كده، هنزلها مع الكلام ده. طيب انا ليه بعمل الخطوه دي؟ انا ليه بنزلها مع الكلام ده؟ علشان خاطر تتمكس كده من بعضها زي ما انا قلت لكم قبل كده، علشان كل يعني ايه تبقى واخده الطعم كده من بعضها وتبقى لذيذه جدا جدا. طبعا في الوقت ده العجينه بتاعتي كانت خمرت، ما خدتش وقت خالص. اقول لكم خدت قد ايه بالظبط؟ هي خدت مني حوالي 25 دقيقه. طبعا انا كنت مدفياها، فلو انتي سايباها كده ممكن تاخد منك وقت اطول من كده، علشان كده بقولك الامر ده نسبي شويه على حسب درجه الحراره. بس هي مش هتقعد، مستحيل ان هي تقعد فوق مثلا 40 دقيقه، لا ده مستحيل. تمام، ده لو الدنيا ساقعه جدا بقى. انا كده هقسم، بصوا العجينه بتاعتي دي هتتقسم على 2. حلو الكلام، هقسم العجينه بتاعتي دي على 2 علشان هعملها على صينيتين كده صغيرين. ايه ده يعني مش هنعمل الصينيه بس اللي شفناها؟ لا هعمل كمان واحده. تمام، هعمل معاكم دلوقتي واحدة وطبعا التانية هتبقى زيها بالظبط. فهنعمل كده واحدة ونشوف انا عملت ايه. كل ما العجينة تبقى مرتاحة معاكي، كل ما تبقى طرية معاكي كده يعني تعرفي تتحكمي فيها اكتر، تعرفي تفرديها بسهولة. فاهمة ازاي؟ لما انت بتفرديها وتحسي ان هي بترجع منك، بتشد تاني بترجع مكانها، لا هي كده لسه
ناقصة شوية، لسه ما خمرتش كويس. يعني الناس اللي متعرفش بقى هي تخمر ازاي، بتضغطي عليها بايدك كده، لو ردت شوية يبقى هي كده لسه ما خمرتش، لكن لو غرزت كده فيها مكان ايدك يعني وما لقيتيهاش ان هي بتصد معاكي، يبقى هي كده مية مية وتمام، اشتغلي بيها على طول. وشايفاكي هي اللي عامله الفيديو اسرع بمرتين. خليكي كده زي الناس الطبيعيه وسيبي الفيديو بسرعتها الطبيعيه. طبعا هما فاهمين اللي بيعملوا كده. طبعا عايزه اقولكوا بقى على تركه برضو واحنا شغالين كده. انت بتمسحي مسحه زيت زيتون خفيفه. انا كل يعني الزيت اللي استخدمته في الوصفه دي عفوا هو زيت الزيتون، مسحه خفيفه كده برضو من تحت. انت شغاله بتفردي العجينه. انا هنا بقى نزلت كده بيها البيتزاية بتاعتي في قلب الصينية، وابتدي برضك افرد كده في قلب الصينية. عايزة اعمل ايه؟ عايزة اعمل لها حواف كده، علشان احط كده الحشوة في النص وتبقى الحواف كده على جنب، يبقى شكلها لطيف جدا. زي ما انتوا شفتوا البيتزاية الجاهزة طبعا في اول الفيديو كان شكلها لطيف جدا جدا. ركزوا معايا بقى كده علشان اقول لكم اسرار التسوية بس في ميعادها. خلينا بس نشوف هنعمل ايه دلوقتي. طبعا عايزه اقولك بقى ان البيتزا بالطريقه دي يا جماعه بتوفر معانا مصاريف جامده جدا. يعني احنا ب3 كوبايات ما عملناش واحده بس، يعني ما عملناش صينيه بس، لا احنا عملنا صينيتين. طبعا شغاله على واحده قدامكم عشان تعرفوا الطريقه. إيه، تخيلي لو جبت كيلو وعملتي بيها هتكفي الاسره كلها، وحرفيا مش هتكلف معاكي اي حاجه. طبعا في مصاريف، انا مش هقولك مش هتكلف معاكي اي حاجه، زي يعني عفوا مش هي اكيد هتكلف معاكي، بس مش هتكلف معاكي زي اللي بره. اقل حاجه دلوقتي بره عامله 200 جنيه. ليه بقى حرام نعملها احنا بنفسنا؟ انا هنا نزلت بالصلصه. طبعا هديلها دهنه صلصه كده علشان تديه اللون الاحمر كده الجميل اللي شفتيه في اول الفيديو. تمام. عايزه اقولك وانا يعني انا جربت مره واتنين وتلاته لحد ما وصلت للطريقه دي يا جماعه. برضو ما احنا كنا بنغلط، بس انا عايزه اقولك ان انا بقالي سنين ماشيه على الطريقه دي، وما شاء الله بتطلع معايا كل مره مظبوطه 100%، وبتبقى احسن من اللي بره بكتير والله العظيم. فانا مش عايزاكي تلفي وتدوري كتير، جربيها وفعلا الاولاد هيحبوها اكتر من اللي بره، وهيبطلوا يجيبوها من بره، وانت كمان. كم الفرحه اللي انت هتحسيها بعد ما تخلص. طبعا هي بتتاكل على طول بس ماشي مش مهم. انا هنا نزلت بقى بالحشوه كده في النص بعد ما دهنت الصلصه بتاعتي. انزل كده بكميه محترمه وبعدين هفردها على المساحه الموجوده. طبعا انا بالنسبه لي انا كل مره بنوع، يعني مره بحط مثلا لحمه مفرومه، مره جمبري، مره كبده مثلا. المتوفر عندك استخدميه قبل اي حاجه. طبعا تجربي الفراخ. تمام. لو لسه ما عملتيش لايك فانا زعلانه منك، بعد الجهد ده كله ما تحطليش لايك. ارجوكي انزلي اعملي لي لايك وكملي معايا التسويه. بس قبل التسويه طبعا هنحط الجبنه كده من على الوش. ده كان ميكس كده شيدر مع موتزاريلا، فالاتنين على بعض وحطيتهم كده. انا بحب الطعمين فمكست منهم هما الاتنين كده. وبعدين التسويه، انا بالنسبه للتسويه يا جماعه بنحطها على الرف الوسطاني لمده 20 دقيقه على نار متوسطه. بختبر العجينه بخلة سنان كده واتاكد ان هي استوت. بشغل الشوايه بس شويه علشان بقى سر الجبنه اللي الناس كلها بتسال عليه حرفيا. الجبنه دي يا جماعه بنحطها بعد ما تستوى ونطفي عليها النار. انا بحط الجبنه كده واسيبها شويه في الفرن. طبعا هي ما بتحمرش بقى، بتبقى سايحه بس وبتمط معاكي. شايفه؟ بسم الله ما شاء الله. شايفه المطه عامله ازاي؟ تحفه.